لو لسه بتتسائل إذا كان بيس 5 برو هيقدم لك تجربة ألعاب قوية وعالم مختلف تماما، فتابع الفيديو ده للآخر عشان تعرف الإجابة. ازيكم يا شباب، معاكم ضياء، وفي الفيديو ده هنتكلم عن إعدادات الجهاز المهمة اللي هتخليك تستفاد من الجهاز لأقصى درجة ممكنة. وكمان هنتكلم عن تحسينات ألعاب بيس 5 4 اللي هتخليك تحس وكأنك بتلعبها لأول مرة، وهنشوف مع بعض خطوة بخطوة ازاي تنقل ألعابك القديمة من البيس 5 العادي أو البيس 5 سليم إلى البيس 5 برو. وكمان هنشوف طريقة تركيب الهارد الجديد عشان تزود سعة التخزين وما تقلقش من أي مشاكل بخصوص المساحة. فلو عندك أي سؤال أو عايزني أوضح نقطة معينة فما تنساش تسيب تعليق وأنا هرد عليك بنفسي في أقرب وقت. وكالعادة يا ريت تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة أول بأول. مستنيكم في التعليقات، ويلا بينا نبدأ. طيب يا شباب، أول حاجة هنتكلم عليها النهاردة هي إعدادات الجهاز. فلو عندك بيس 5 أو عملت إعداد للجهاز قبل كده، فالخبر الحلو إنها مش هتختلف كتير عن إعدادات الجهاز البيس 5 برو. فالأول لازم تحدد إذا كنت هتحط الجهاز بشكل أفقي أو بشكل رأسي. فزي ما وضحنا في الفيديو اللي فات اللي في علامة الاي اللي ممكن تشوفها فوق من هنا، ان لو عايز تحط الجهاز بشكل افقي فبيجي معاه كريستالات صغيرة بتكون موجودة في العلبة، ممكن تستخدمها كستاند ولكن هي ضعيفة نوعا ما. اما لو حابب تركب الجهاز بشكل رأسي فهتضطر ان انت تشتري له ستاند بشكل منفصل، هتركبه من تحت بالمسمار اللي بيجي معاه. وبعد كده هنوصل كابل ال HDMI وكابل الباور وهنشغل الجهاز، وطبعا هتظهر لك شاشة الترحيب، وكل اللي عليك انك تعمله انك تتبع الاعدادات خطوة بخطوة. وبعد كده هنوصل كنترولر وتعمل اي تحديثات مطلوبة منك وتدخل على حسابك. واسهل طريقة ممكن تعمل بيها الكلام ده انك تمسح الكيو ار كود اللي بيظهر على الشاشة، وساعتها هتقدر تسجل دخول مباشر على حساب بلاي ستيشن بتاعك، وبكده هتكون جاهز انك تبدأ التجربة الجديدة. طيب يا جماعة، دلوقتي الوقت المناسب اللي نقدر نتكلم فيه ازاي تنقل العابك القديمة من الجهاز القديم اللي عندك لجهاز البيس 5 برو. واول طريقة ناس كتير سألت عنها هي هل ينفع تنقل SSD NVMe من جهازك القديم للبيس 5 برو؟ والخبر الحلو هنا ان الاجابة ينفع، وكمان مش محتاج انك تعمل له فورمات. وعلى البيس 5 سليم مثلا لو عندك SSD 2 تيرا متوصل ولسه عندك شوية العاب على ذاكرة الجهاز، فكل اللي محتاج تعمله انك تحدد الالعاب وتنقلها من ذاكره الجهاز للاس اس دي، والعمليه دي سريعه جدا فهتاخد منك دقائق للنقل. وبعد ما تخلص هتشيل الاس اس دي من جهازك القديم بعد ما تقفله وتفصله من الكهرباء طبعا. ودلوقتي عشان تركب اس اس دي في البيس 5 برو فكل اللي عليك انك تعمله انك تفتح الغطاء اللي فوق اللي معلهوش شعار بلاي ستيشن، وبعد كده هتشيل الغطاء المعدني وتركب الاس اس دي وتثبته بالمسمار في مكانه وترجع كل حاجه مكانها زي الاول. وبكده هتكون جاهز انك تبدا على البيس 5 برو بكل الالعاب اللي انت نقلتها من على البيس 5 القديم. وللاسف بالطريقه دي الحاجه الوحيده اللي مش هتتنقل هي ملفات حفظ الالعاب والسكرين شوتس. ودلوقتي خلينا نتكلم على الطريقه الثانيه. فلو مش عندك اس اس دي اضافي فتقدر ببساطه تستخدم خيار نقل البيانات واللي بتلاقيه في اعدادات النظام تحت نقل البيانات. فالخيار ده ببساطه بيستخدم شبكه النت اللي عندك عشان ينقل الالعاب والبيانات من البيس 5 القديم الى البيس 5 برو الجديد، ولكن لازم تاخد بالك ان العمليه دي هتاخد شويه وقت، وبمجرد ما تخلص هتلاقي كل ملفات حفظ الالعاب والبيانات الخاصه بيك اتنقلت على جهاز البيس 5 برو الجديد. ودلوقتي زي ما شفنا مع بعض طريقه تشغيل الجهاز ونقل البيانات، تعالوا مع بعض نشوف شكل الواجهه. وفي الحقيقه هي زي ما هي في البيس 5 العادي، ما اختلفتش عنه في اي حاجه. فهنلاقي عندنا شاشه الترحيب ومربعات الالعاب المعتاده ومكتبه الالعاب وكل حاجه موجوده زي ما هي، فما فيش اي تغيير في الواجهه او الشكل بالنسبه للسوفت وير. يلا بينا نتكلم عن المواصفات الجديده للبيس 5 برو. ولحسن الحظ ان المواصفات دي بتيجي موضحه في الكتيب اللي موجود في البوكس، وهنشوف كل حاجه مع شويه لعب الالعاب بيس 5 وبيس 4 المحسنه. فخليني اقول لك على المواصفات الاساسيه دلوقتي. والجهاز بيجي باس اس دي سعه 2 تيرا، ودي حاجه ممتازه جدا عشان تقدر تخزن العاب اكتر على الجهاز. وكمان في فتحه NVMe داخليه عشان لو حبيت توسع مساحه الجهاز بشكل اكبر. والجهاز بيجي بكارت شاشه قوي جدا، ودي تعتبر اقوى حاجه موجوده في الجهاز، فبيدينا قوه اكبر واداء اسرع في الالعاب، وبيخلي الالعاب تشتغل بدقه اعلى خصوصا الالعاب اللي بتدعم الدقه العاليه. وطبعا كارت الشاشه ده اقوى بنسبه 67% من جهاز البيس 5 سليم وبيس 5 العادي، ودي حاجه هتحسها طبعا في الالعاب اللي هتشغلها على الجهاز. ولكن الميزه القويه هنا هي خاصيه تتبع الاشعه او البي اس اس ار. فتتبع الاشعه او الري تريسنج بيدينا انعكاسات وظلال افضل في الالعاب، زي لما تشوف المية على الارض او انعكاسات الازاز.
ودي التفاصيل اللي دايما كنا بنشوفها في العاب البي سي وبتخلي الالعاب تظهر بشكل واقعي اكتر. ولكن الميزه القويه بالنسبه لي هي خاصيه البي اس اس ار او دقه البلاي ستيشن 5 برو الجديده اللي اسمها الاي اي سوبر اب سكيل، وده معناه ان الذكاء الاصطناعي اللي موجود في الخاصيه الجديده في الجهاز بياخد الالعاب اللي دقتها اقل زي 1440 بكسل وبيعمل لها اب سكيل ل 4K. وممكن يكون ده مش فرق كبير لبعض الناس، لكن لما تشوف الالعاب دي قدامك هتحس بالفرق. وكمان الالعاب دلوقتي ممكن تشتغل ب 60 فريم او 120 فريم في الثانيه من غير ما يحصل اي تاثير في جوده الصوره في الاوضاع اللي بنشوفها زي الفيديليتي او ريزوليوشن. ودلوقتي الالعاب ممكن تشتغل بمعدل 60 فريم او حتى 120 فريم من غير ما يحصل اي تاثير في جوده الصوره العاليه اللي بنشوفها في الاوضاع زي الفيديليتي او ريزوليوشن. ومن وقت ما تم الاعلان على الجهاز بدانا نشوف تحديثات اكتر للالعاب عشان تكون جاهزه ومحسنه للبيس 5 برو. وطبعا في العاب تم تحديثها عشان تقدر تستفاد من امكانيات الجهاز الجديد. طبعا مش هنقدر نعرض كل الالعاب، لكن دي بعض الالعاب اللي تم تاكيد دعمها من المطورين زي Baldur's Gate 3، Black Ops، Final Fantasy 16، God of War Ragnarok، Horizon وسبايدر مان. وطبعا في غيرهم كتير، ولكن هم 50 لعبه اللي تم الاعلان عنهم بشكل رسمي، وحوالي 100 لعبه في المجمل موجوده على الموقع. ودي بدايه ممتازه جدا واتوقع نشوف اكتر الفتره اللي جايه. ونيجي لاهم نقطه وهي تجربه الالعاب. فلو جربت لعبه سبايدر مان 2 على البيس 5 برو فهتلاحظ في حاجه جديده ظهرت في الاعدادات، في اوبشن البرفورمانس برو والفيديليتي برو. وهنا خاصيه البرفورمانس برو بتدي لك 60 فريم في الثانيه مع الحفاظ على جوده الصوره زي الفيديليتي مود في البلاي ستيشن 5 العادي. وكمان بيشغل تتبع الاشعه او الري تريسنج بفضل تقنيه البي اس اس ار. يعني بكل بساطه هتاخد جوده الصوره مع ال 60 فريم في نفس الوقت، وده يعتبر تطور ممتاز جدا. ولو حبيت تجرب وضع الفيديليتي برو فكل اللي هيختلف ان الجوده هتكون اعلى شويه، ولكن الفريمات هتنزل للنص، يعني هتلعب على 30 فريم بس، ولكن هتتمكن من تفعيل تتبع الاشعه والاعدادات المتقدمه. ومن رأيي الشخصي وضع البرفورمانس برو بيعادل وضع الفيديليتي في البلاي ستيشن 5 العادي من ناحية الأداء وجودة الصورة. ومن رأيي الشخصي هو ده الوضع اللي المفروض نلعب عليه، لأنه بيجمع بين أفضل جودة وأفضل أداء. ولو جربت لعبة The Last of Us Part 2 Remastered فأول ما تشغلها هتظهر لك رسالة بتسألك إذا كنت حابب تشغل اللعبة على وضع البرو الجديد. وأول ما تفعل الوضع ده فهتلاحظ كمية تفاصيل رهيبة. وكمان الوضع ده بيوفر 60 فريم في الثانية مع الحفاظ على دقة الصورة بفضل تقنية البي اس اس ار الحصرية للبلاي ستيشن 5 برو. وده طبعا زي وضع الفيديليتي اللي موجود في البلاي ستيشن 5 العادي والبلاي ستيشن 5 سليم. ولو قارنت الوضع ده مع وضع فيديليتي فهتلاحظ التفاصيل والجودة زي ما ظاهر قدامك على الشاشة. في وضع الأداء الجديد فجودة التفاصيل هتقل شوية زي ما انت شايف في الأوراق وفي الشنطة بقت ضبابية شوية، ولكن مع وضع البرفورمانس برو الجديد هيدي لك قوة الفيديليتي في الأجهزة اللي قبل كده من غير ما يقل في الأداء. وده طبعا هيوفر لك أفضل تجربة من ناحية الجودة والأداء من غير ما تضحي بأي حاجة. والتطور الكبير هنا كان ملحوظ في لعبة هورايزون زيرو دون. فلو حدثت اللعبة دلوقتي هيظهر لك خيارين جداد في إعدادات البلاي ستيشن 5 برو اللي هم البرفورمانس برو وريزولوشن برو. فوضع البرفورمانس برو بيدي لك تحسينات في الصورة مع الحفاظ على 60 فريم. وبالنسبة لخاصية البي اس اس ار فببساطة بتاخد الريزولوشن القليل زي 1080 او 1440 وبيعمل لها بسكيل يوصلها ل 4K باستخدام الذكاء الاصطناعي. والنتيجة هنا هتكون دقة عالية و60 فريم في الثانية في نفس الوقت. ولكن مش هتقدر تستفاد بالاوبشن ده الا اذا كان عندك شاشة 4K او مونيتور 4K بتدعم 60 فريم او 120 فريم، ولازم يكون في الشاشة دي فتحة HDMI 2.1 عشان تقدر تستفاد من امكانيات جهاز البلاي ستيشن 5 برو. وطبعا لو جربت الوضعين فخليني اقول لك انك مش هتقدر ترجع لوضع ال 30 فريم مرة تانية بعد ما تجرب وضع ال 60 فريم، لان الفرق في الاداء بصراحة مرعب. فمن الاخر افضل وضع دايما هيكون البرفورمانس برو لانه بيعمل توازن بين الجودة وبين الاداء. وكمان في وضع جديد لتحسين العاب بي اس 4 القديمة. فمع البلاي ستيشن 5 برو ظهر خيار جديد في الاعدادات اسمه Enhanced Image Quality for PS4 Games. والهدف من الميزة دي هو تحسين جودة الصورة لأكتر من 8500 لعبة لبلاي ستيشن 4. والميزة دي مش مفعلة بشكل افتراضي، فلازم تخش في الاعدادات وتفعلها بنفسك. أول ما تفعلها وتجرب الألعاب فهتلاحظ تحسن في جودة الصورة وفي التفاصيل وفي الظلال.
لو جربت لعبه مثلا زي بلادبورن فهتلاحظ زياده في الشاربنس وفي الوضوح لما تفعل الخيار ده، وبصراحه الفرق مش كبير لكن واضح. واما بالنسبه للعبه مافيا ديفينيتيف اديشن فلما تجرب تبدل بين الوضعين فمش هتحس باي فرق، ونفس الكلام هنا مع دايز جون، لو جربت برضه تبدل بين الوضعين فبرضه مش هتلاحظ فرق كبير، ولكن كل اللي هتحسه ان الصوره بقت اوضح شويه من ناحيه الشاربنس والظلال. والنتيجه هنا ان بي اس 5 برو بيقدر يحسن جوده الصوره لالعاب بلاي ستيشن 4 لما تفعل خاصيه Enhance Image Quality for PS4 Games، ولكن التحسن بيكون بسيط جدا واحيانا غير ملحوظ. اما لو كانت لعبه بلاي ستيشن 5 برو هي اصلا من الاساس الجرافيكس بتاعها كويس شويه، فبتحس بفرق بسيط لان باستخدام الذكاء الاصطناعي بيرفع جوده الصوره شويه، والميزه دي بترفع الوضوح العام للصوره باستخدام الذكاء الاصطناعي، ولكن ما بتزودش معدل الاطارات او بتقدم اي تغيير جذري في الرسومات. وكمان بلاي ستيشن اكدت ان بلاي ستيشن 5 برو هيدعم ريزوليوشن 8K، ولكن مش كل الالعاب هتستفاد من الميزه دي. في لعبه واحده بس اللي استفادت من دقه ال 8K وهي لعبه جراند توريزمو 7، ده بيخلي اللعبه تعرض بدقه 8K في وضع الصوره، ومش بس كده تقدر كمان تاخد سكرين شوت بريزوليوشن 8K، وده بيخلي اللعبه تعرض بدقه 8K في وضع الصوره. ولما نتكلم عن مروحة البلاي ستيشن 5 برو، بما انه بيستخدم طاقة اكبر فالمفروض يكون المروحة بتاعته صوتها اعلى، ولكن بالعكس صوت مروحة بي اس 5 برو اهدى بكتير من بلاي ستيشن 5 سليم ومن البلاي ستيشن العادي. ولو قعدت قريب من الجهاز هتحس بصوت المراوح شوية، ولكن بشكل عام صوت الجهاز وصوت المراوح هيكون هادي جدا حتى لما بيكون شغال بكامل طاقته. نوصل للسؤال المهم هنا، هل لازم اشتري جهاز بي اس 5 برو؟ والاجابه هنا واضحه. فلو كنت من محبين الالعاب وبتحب الريزوليوشن العالي والري تريسنج والفريمات في نفس الوقت فبالتاكيد بي اس 5 برو هيكون خيار الامثل بالنسبه لك. واما لو مش مهتم بالتفاصيل دي او ميزانيتك محدوده او ما عندكش شاشه 4K عشان تظهر لك امكانيات الجهاز، ممكن تكتفي بالبي اس 5 سليم او البي اس 5 العادي. وفي شويه حاجات لازم نفكر فيها قبل ما نشتري البي اس 5 برو. اول حاجه هنا، هل عندك تلفزيون او شاشه هتستفاد من الفريمات والدقه العاليه؟ لان لو ما عندكش شاشه تدعم 4K او 8K ولو مش مهتم بالتفاصيل والدقه العاليه فممكن ما تلاحظش فرق كبير على شاشات الفول اتش دي او الكواد اتش دي. وكمان لازم تفكر في تكلفه مشغل الاسطوانات والستاند، فلو قررت تضيفهم فهيكون عندك بي اس 5 برو بقيمه تتعدى 3700 ريال، وده سعر جهاز بي سي. ولكن لو اشتريت جهاز بي اس 5 سليم مع اس اس دي اضافي بسعه 1 تيرا هتكون التكلفه اقل بكتير، وعلى الاقل هتكون زودت المساحه على جهازك. ده معناه انك هتدفع ثمن الجهاز العادي مرتين زياده عشان تجرب الاداء والرسومات وميزه البي اس اس ار، وكمان تحسين العاب بي اس 4 القديمه. فلو عندك البي اس 5 العادي او السليم ومش فارق معاك الدقه العاليه ومعدل الفريمات فمن رايي تفضل مع جهازك القديم. ولو كنت عايز الالعاب باعلى مستوى من الجمال والدقه والفريمات والسرعه وعندك شاشه بتدعم الكلام ده فبي اس 5 برو هتكون خطوه ممتازه جدا، خصوصا في الالعاب اللي بتشتغل ب 60 فريم وبتدعم الفيديليتي والبي اس اس ار. فلو ناوي تشتري بي اس 5 برو قول لي في التعليقات ايه الالعاب اللي انت متحمس تجربها بالمميزات الجديده. واكيد لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، وما تنساش تشوف فيديو الانبوكسنج اللي هيظهر قدامك دلوقتي. وكمان لو عندك اي اسئله او استفسارات اكتب لي في التعليقات وانا هرد عليك بنفسي في اسرع وقت. وشكرا على المشاهده واشوفكم في الفيديوهات الجايه. سلام.